يلا عايز تسافر وتتغرب سافر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي، ولو وصل لك الفيديو ده فاعرف ان الفيديو ده على صفحتي الجديدة، فما تبخلش عليا بلايك وكومنت ومتابعة للصفحة وشير عشان الفيديو يوصل لغيرك وكله يستفاد توصل له المعلومة. ايه يا عم انت بترغي كتير ليه؟ يلا بينا نبدأ الحلقة. يلا بينا. يلا عايز تسافر وتتغرب سافر، بس الدنيا بره مش جنة. مش هتسافر والناس تاخدك بالاحضان. الدنيا بره مش جنة. اللي عايز يسافر وفي دماغه خطة بالورقة والقلم عشان يحقق هدف معين هينجح، بس الدنيا بره مش جنة. انما بقى اللي هيسافر وهو ساخط على البلد ومش طايق روحه ومش عايز، مش هيحقق حاجة، والدنيا بره مش جنة. وبلاش تورثوا عقدة الخواجة وما تنبهروش بالخواجة، لا الدنيا بره مش جنة. مجدي يعقوب واحمد زويل ومحمد صلاح والعريان لو ما كانوش نجحوا هنا ما كانوش عملوا حاجه بره. الدنيا بره مش جنة. انا بقول لك اهو الدنيا بره مش جنة. عايز تغيير يا حبيبي؟ كون انت التغيير. الدنيا بره مش جنة، وزي ما غاندي بيقول اشتغل. الدنيا بره مش جنة. هتقول لي بس هم يدونا الفرصه بقى. مين ده اللي يديها لك؟ اخلقها لنفسك يا اخويا، محدش هيعمل لك حاجه. الغربه مصيده وبيقع فيها كتير. الغربه حراميه، ياما سرقت اعمار وياما بخرت احلام وياما دمرت اسر. الدنيا بره مش جنة. ولو 10% حققوا احلامهم ففي 90% في المصيده وبيخسروا. ومش لازم خسارتك تكون ماديه، انت بتخسر صحتك وبتخسر اسرتك وبتخسر صحابك وحياتك الاجتماعيه. وخسارتك كمغترب بقى بتكون في شبابك وفي حياتك. بس الدنيا بره مش جنة. واخر مره هقولها لك، الدنيا بره مش جنة. الدنيا بره مش جنة.